النادي هيشارك من مصر طول عمره رافع راس الكره المصريه. تقييمنا ايه للاهلي؟ اول حاجه ان الفريق ما استعدش للبطوله ديت بالشكل الامثل، بمعنى ان هو كان لازم لها تخطيط من فتره ما يقلش عن سنه، نمسكها من بدايه. كولر مدرب الاهلي، المفروض الراجل ده كان يمشي بعد ماتش الاهلي والترجي التونسي اللي الاهلي كسب فيه بطوله افريقيا 2024. كان باين ساعتها ان الاهلي عنده مشكله. الاهلي جاب في اول دقيقتين جون لما رامي ربيعه جاب الجون، من الدقيقه الثانيه لحد الدقيقه 95 الاهلي مش عارف يعمل حاجه وبيدافع على ارضه. لو فريق زي الترجي وده مش الفريق القوي كان جاب جون في الاهلي، كان ايه؟ كان هيبقى الوضع ساعتها الاهلي كان هيخسر البطوله زي ما حصل قدام صن داونز، مع ان الاهلي احسن من الترجي واحسن من صن داونز. في الاخر الاهلي خسر السوبر الافريقي وتعادل مع الزمالك برضه بلانتات، وصل بلانتات في السوبر المصري وده ما يليقش بالاهلي. وبدا الموسم وكلنا شفنا اللي حصل في الاخر. لو الاهلي كان خد القرار الامثل ان هو مشى كولر وكان بدا الموسم كان عنده اختيارات كتير، كان ممكن جاب مدرب كويس زي ريفيرو، احنا لسه ما نعرفش شكله عامل ازاي، او كان جاب مدرب اعلى كان هيبقى معاه رفاهيه الوقت، كان هيبقى معاه رفاهيه الصلاحيات بتاعه الصفقات، كان هيبقى معاه الرفاهيه بتاعه ان هو ما يسمحش ان لعيبه تخرج من الاهلي زي اليو ديانج. لعيب زي ده انا ما اعرفش الاهلي ماشيه ازاي، بس ده هنتكلم عنه بعد كده ان شاء الله. فالاهلي ما استعدش الاستعداد الامثل للبطوله دي. الاهلي كان ممكن بكل بساطه ان هو يبقى رايح بالصفقات اللي هو عاملها في صفقات احسن كمان، ده عامل شكل الفريق، وان هو كان يبقى مستعد للموضوع ده بصوره احسن من كده.